تعرف فلان؟ أيوة. عشيرته؟ لأ، يبقى ما تعرفوش. ناس كتيرة بياخدوا الإنسان من مظهره الخارجي، يعني من ملامحه، وناس كتيرة بسبب شكلها وملامحها القاسية اتظلمت في حياتها قوي، وناس كانوا بيخافوا منهم بيبعدوا عنهم بسبب ملامحهم. النهاردة هنسلط الضوء على ممثل مغمور كان ظاهر في أكتر أفلام الأبيض والأسود واتظلم كتير جدا في دنيته. هنوضح لكم ليه الناس ده ظلموه في الدنيا، ومين الرقاصة اللي كان بيحبها وظلمته وجرحته قوي بسبب ملامحه وأدواره، وليه اتسمى بالاسم ده شلاديمو. شلاديمو ناس كتيرة هيقولوا هو ده اسمه الحقيقي. هوضح لكم هل ده اسمه الحقيقي وليه اتسمى بالاسم دوت، ومين الرقاصة اللي حبها وهنته وكانت اخرته عاملة ازاي. محمد شلاديمو. محمد شلاديمو لو قعدت تدور عليه مش هتلاقي عنه معلومات كتيرة، او تقريبا مفيش معلومات بمعنى ادق. بس انا دورت وحبيت ان انا اظهر يعني جزء من المعلومات عنه علشان نحاول نديله حقه، لان هو فعلا ما خدش حقه في الدنيا ويمكن اتظلم كتير في الدنيا. محمد شلاديمو طبعا انتوا لو قعدتوا تدوروا على اسمه في تترات الافلام مش هتلاقوه، بس كان في فيلم من الافلام ظاهر فيها اسمه في جزء صغير كده محمد شلاديمو. شلاديمو هو وجه فني ظهر في أفلام الأبيض والأسود، وبسبب ملامحه الحادة والقاسية كانوا بيحصروه في أدوار الشر زي ما قلت لكم. وكان بس هو في الحقيقة عكس الواقع، عكس أسفل ملامحه خالص. ليه؟ كان قلبه رقيق جدا، وكل اللي يعرفه ويقرب منه يعرف ان هو شخصية طيبة جدا ومرحة جدا، وكان بيحب الضحك والهزار على عكس الشخصية اللي كان بيظهر فيها في الافلام الابيض والاسود، لان بس كان ظهوره انا عن نفسي كان بيسبب لي الرعب. شلاديمو حب الرقاصة زينات علوي، وكان طلع كلام في الوقت دوت ان زينات علوي كانت حبيبة رفعت الجمال. هتقولولي من رفعت الجمال؟ رفعت الجمال هو الاسم الحقيقي لشخصية رأفت الهجان، وقالوا ان هو كان بيحبها قبل ما يسيب مصر. شلاديمو بيقول اتقدم لزينات علوي وقال ان هو بيحبها وعايز يتجوز منها، بس للأسف زينات علوي أهانته إهانة وجرحته جرح كبير جدا. ضحكت وقالت له ما ينفعش، أنا مسلمة وهو مسيحي، لأن انتوا ما تعرفوش إن أصلا شلاديمو كان مسيحي بس أسلم بسبب زينات علوي. هي قالت له ما ينفعش، انا مسلمة وانت مسيحي يا شلاديمو، وفورا ذهب شلاديمو للازهر واعلن اسلامه ورجع من تاني علشان يطلبها. بس هي الظاهر ان هي ما حبتش تهينه مرة واحدة، خلت الاهانات جزء جزء. الاول حبت تتهرب منه وعملت حجة ان هو مسيحي وهي مسلمة وما ينفعش طبعا تتجوزه، وعلشان بيحبها راح فورا للازهر علشان يعلن اسلامه وان هو يرجع تاني يتجوزها لانه كان بيحبها جدا. فطبعا جرحته الجرح التاني وقالت له بقى انا زينات علوي اللي بيجري ورايا رشدي اباظة اتجوز كومبارس زيك انت؟ انا مش عارفه بصراحه كان بيجري وراها رشدي اباظة بناء على ايه، مش شرط ان هو كان بيمثل افلام او انه كان بيعجب مثلا بممثلات وكده، فان هو يعني كان بيجري وراها يعني رشدي اباظة. فلما لقت ان السكه او المبدأ اللي هي حبت توقفه قدام شلاديمو ان هو ما يتجوزهاش هو الناحية الدينية، فلما أسلم فلقت طب أنا هتهرب من إيه، فراحت قالت له بقى بتحدي إن هي زينات علوي رشدي أباظة اللي هو أجمل واحد وأشهر واحد في الممثلين اللي بيجري ورايا، فهتجوزك انت كومبارس، هتجوز كومبارس زيك انت. فطبعا دي جرح وإهانة كبيرة جدا جدا أثرت في شلاديمو أو محمد شلاديمو، وكانت صدمة كبيرة جدا. دخل على أثرها في حالة اكتئاب شديدة جدا بسبب حبيبته اللي أهانته وإن هي قلت منه قوي، ومن هنا اعتزل الناس بسبب حالة الاكتئاب اللي جاتله. وفي الفترة دي فكر في الدين الجديد اللي هو اعتنقه من سبب أو من أجل الست اللي هو حبها، وقرأ عن الدين الإسلامي وسأل كتير. يعني هو ما خدش بس ان هو الدين الإسلامي ان هو دخل علشان يتجوز الإنسانة اللي حبها، لا، لما دخل بقى في الفترة دي واكتئب وبعد عن الست ديت هي زينات علوي،
قرر ان هو يتعمق اكتر في الدين الاسلامي ويقرا عنه علشان يبقى داخله بحب وبشغف اكبر، ويبقى داخله بهدف ومعنى اسمى. وطبعا من هنا كان تحول كبير قوي في حياة محمد شلاديمو، وابتدى ان هو يلتزم المساجد وابتدى يقرا القرآن الكريم، وده كان اكبر تحول جميل جدا في حياته. وزي ما قلت لكم فعلا ده ربنا كان بيحبه ان هو خلاه يدخل الدين الاسلامي ويقربه ليه اكتر، وانه يحببه اكتر في الدين الاسلامي ويعرف كل حاجة عنه. التزم المساجد وابتدى يقرأ القرآن الكريم، وانتشرت قصة شلاديمو في الوسط الفني كله. وقتها عرف الفنان المحترم الله يرحمه عماد حمدي بأن شلاديمو بيتمنى السفر للحج، وهنا عمل الفنان عماد حمدي أجمل حاجة ممكن يعملها الإنسان لأخيه الإنسان، فتكفل برحلة الحج لشلاديمو وحقق له أمنيته. وفعلا سافر شلاديمو ومعاه بعض الفنانين. وهنا والله أنا بحكي لكم وجسمي يا جماعة كله مقشعر قد إيه القصة مؤثرة جدا. ولما سافر شلاديمو للحج هناك مات على جبل عرفات، أجمل موتة وأجمل نهاية وأجمل سبحانك يا رب قد إيه أنت حبيت الإنسان دوت، برغم إنه عانى وأسى، بس نهايته كانت نهاية جميلة جدا. إنه هو لما دخل في حالة اكتئاب، والحمد لله يمكن لما كان هيجوز بنات عيله ممكن كان هيشيل ذنوب ولا هيحصل إيه، فربنا من كتر حبه الإنسان ده قربه منه ليه أكتر، وإنه حببه في الدين الإسلامي أكتر وتعمق في معرفة الدين الإسلامي والتزم المساجد بقى يقرأ القرآن، وربنا حقق له أمنية إن هو يسافر للحج. سبحان الله. وإن هو مات هناك فين؟ على جبل عرفات اللي بيترسل عليه كل الذنوب، وربنا بيغفر لجميع عباده. الله فعلا. واتدفن هناك في السعودية. قد ايه قصة جميلة، قد ايه نهاية حلوة، قصة فعلا من اكتر القصص اللي اثرت فيا. نهاية جميلة حلوة قوي. اتظلم في الحياة وممكن ما خدش حقه، بس اخد حقه، ربنا عطاله حقه، اكبر حق في الكون كله. نهاية قد ايه جميلة. مين ينول ولا يطول حتى ان هو يتدفن على في السعودية وعلى جبل عرفات يموت، ودي النهاية. سبحان الله. شوف يعني ربنا هيبعثه يوم القيامة، هيبعث الإنسان يوم القيامة على آخر حاجة مات عليها، وهو هناك كان على جبل عرفات. فتخيلوا انتوا. طبعا في ناس هقول لكم معلومات تانية. شلاديمو هو من مواليد 1905. بعض المواقع بيقولوا اتذكر ان هو توفى سنة 67. وهو طبعا في ناس هيقولوا طب ليه اسمه شلاديمو؟ يعني يا جماعة هو ده اسم حقيقي مش اسم شهرة عشان تبقوا عارفين. في ناس بيقولوا مش بيقولوا يعني بكلام كبير قوي، فيه جزء كبير من الصحة، ان سبب اختيار الاسم الغريب قوي ده ليه من عيلته، لان الاسر المصريه في وقتها كان بيسموا اولادهم اسامي غريبه علشان خايفين عليهم من الحسد. ومن فضلك مش عايزين اي سخريه او اي حاجه، لان ممكن ناس فيه هياخدوا الجمله دي وهيقولوا حسد ايه ومش حسد ايه، فده تنمر، فده يعني لا، يعني يا ريتنا نهايتنا تبقى زيه كده. فهم في بعض الاسر في مخيلاتهم ان ياخدوا اسماء غريبه علشان يعني اولادهم ما يتحسدوش. فطبعا قد ايه هو كان يعني عايش في الدنيا ما خدش حقه، بس ربنا عطاله حقه حلو قوي قوي في نهايته. طبعا هتقولوا تم اكتشافه ازاي؟ هو طبعا تم اكتشافه من قبل الفنان انور وجدي، وطبعا زي ما اكتشف نجوم كتيره، وكان مثل كمان من ضمن العصابه اللي ظهرت في فيلم قلب دليلي. شلاديمو من اكتر الناس اللي محدش عارف عنهم حاجه، حبيت ان اسلط الضوء عليهم. ما تحكموش على الانسان يا جماعه من مظهره. هو كان ملامحه قاسيه وجامده وممكن كنتوا بتخافوا منه وتبعدوا عنه، بس في الحقيقه عكس كده تماما. قلبه طيب جدا، رقيق جدا، بيحب الهزار والضحك. عمر ملامح الانسان بتدل على شخصيته، عشان كده ما تحكموش على الانسان من المظهر الخارجي وبس. فده اللي حبيت ان انا اوضحه لكم، وبرضه حبيت ان اديله حقه واظهر لكم قد ايه ان هو كانت نهايته جميله في الحج. يا رب نولنا
زيارة بيتك الشريف ويا رب يعني تبقى دي أجمل نهاية، إن إحنا لما نزور ربنا ونطلع على جبل عرفات، اللهم تقبل من جميع الناس يا رب، وربنا يتقبلها مننا ويغفر، ويبقى دي النهاية، إن هي يغفر الذنوب لجميع عباده. دي القصة الكاملة بتاعت محمد شلاضيني، حبيت اوضحها لكم، واستنوني في قصص جديدة اللي انا ممكن اسلط الضوء على ناس ما خدوش حقهم في المجال دوت. بس القصة دي فيها عبرات كتيرة جدا ان احنا نتعظ بيها. استنوني في حلقة جاية. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشرفوني بالاشتراك في القناة، زي اسرتي ما بتكبر وبتشرفوني بوجود ناس محترمة في وجودكم. ولو انت اول مرة تشوف الفيديو متنساش علامة اللايك، وبرضه يا ريت تساعدني بوجودك في قناتي مع اخواتي المحترمين. احلى سلام.